السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى نعمله مع بعض روتين مسائي قنبلة، حاجة كده فوق الوصف. هنعمله مع بعض بيتزا، بس طبعا اخر الليل، بجد بيتزا اخر الليل. الولاد طلبوها مني واقول لهم يا ولاد انا تعبانه مش قادره، بجد جسمي مكسر وتعبانه. يقولوا لي يا ماما نفسنا فيها، يعني يا ماما نتصل ونجيبوها من بره. قلت لهم لا يا حبايبي دي غاليه مولعه، لا انا هعملها لكم يا نور عينيا. بس قبل بقى ما نعمله البيتزا مع بعض نص الليل، طبعا عندنا روتين مسائي. لازم تغسلي مواعينك وتنضفي بوتاجازك وتخلي دنيتك زي الفل قبل ما تعملي حاجه كده تيك اواي او عشاء لاولادك وزوجك. طبعا تخلي دنيتك زي الفل، وبعد ما تخلصي تفكري بقى ايه في الحاجه اللي انت هتعمليها لاولادك. بصوا الدنيا عامله ازاي. انا بوريكم بس يعني المنظر حوالين مني. بصي كل ده غسيل، مع اني والله غاسله. بصوا يعني انا غاسله على المنشر الداخلي ومنشره، ومنشره برضو عادي في البلكونه بره. بجد ربنا يعيننا. انا حاسه يا جماعه ان الغسيل ده والله بيتكاثر. حبيت بقى اوريكم شكل الانتريه. هو مش مكعبل شويه يعني، الحمد لله رايق. بس انا قلت ايه اوريكم بقى شكل الشقه كده وانا بعمل معاكم الروتين المسائي. بصوا انا طبعا خلصت المواعين كلها. بصوا خليتها زي الفل، خليت الرخامه زي الفل فاضيه عشان اقدر اعمل البيتزا معاكم. بصوا البوتاجاز عامل ازاي، مفيش بس غير اللبانه بتاعت اللبن عشان كنت لسه مفضياها، فطبعا نقعتها لازم تتنقع شويه. دلوقتي بقى اغسل البوتاجاز قبل اي حاجه. قبل ما اعمل اي حاجه لازم بوتاجازك يبقى فله شمعه منوره. هتجيبي شويه بريل هتغسليهم. طبعا انا بغسله دايما باللي هو مزيل الدهون، فظيع بجد قنبله. بس طبعا انا برش عليه كله فبغسله قطعه قطعه. فانا طبعا عايزه اعمل الاكل حتى لو مش هستخدم العين اللي فوق البوتاجاز وهستخدم الفرن، بس برضو عايزه يبقى بوتاجازي زي الفل وانا بعمل للاولاد البيتزا. فغسلته كده. طبعا دي الغسله اليوميه يا جماعه، دي كل يوم احنا بنعمله كده. لكن بقى اللي هو بقى التنظيف العميق ده عايز له ايه شغلانه. انا بقى ان شاء الله اعملها معاكم. بصوا طبعا الفوط دي جميله جدا بتاعه المطبخ، ناعمه وبتمسح معاكي بمنتهى السهوله. غير مثلا ما انت بتجيبي مثلا قطعه قماش من عندك، بصراحه يعني بتنشف او كل حاجه. بس يا جماعه الفوط دي متخصصه مثلا الرخامات، وبتمسحي بيها البوتاجاز، بتخلي الدنيا بجد زي الفل. بصوا طبعا قلنا دي نظافه اليوميه. طبعا بصوا راح زي الفل عشان انا مخليها اساسا زي الفل. دلوقتي بقى نجيبه اللي هو المفرش السفرة ده. انا دايما بحب احطه وانضف عليه الخضره بتاعتي. اي حاجه خضار خضره جميل جدا وعملي. بعد ما بتخلصي تقومي لماه ورمياه في الكمامه عزكم الله. دي كانت خضره محشي وجرجير. بس الجرجير طبعا الله يرحمه باظ رميته ما بيستحملش. ودي خضره محشي، وده بقدونس يا جماعه لوحده، علشان طبعا لو حابه اعمل شكشوكه اعمل اي حاجه بيدخل فيها البقدونس بس اعمله. وبفرز كله في الفريزر، وقت ما عاوز بطلع وبعمل حاجتي. بصوا بقى الجمال. بصوا بوتاجازي بقى فله شمعه منوره. كنست الارض خليتها زي الفل. كان في كده خيار وطماطم غسلتهم عشان اصفيهم بعد كده احطهم في التلاجة. والازايز والميه كلها غسلتها ومليتها وخليت الدنيا زي الفل وسيقت. وبصوا بقى الغسيل طبعا الحمد لله. طبعا غسلت مره واحده والباقي طبعا بحطه جوه الباسكت. عندي يا جماعه السجاده دي بجد مهما كنوسها بجد فظيعه. بصوا عندي الحيطه مطرح التولت بينقع في الحيطه ميه. فدايما الحيطه كده عندي بتقع، علشان كده دايما السجاده الطرق دي بتبقى على طول، مش يعني على طول فيها ابيض، مع اني والله دايما بكنسها. يلا بقى نخش على وصفتنا الجميله السهله بتاعت نص الليل زي ما قلت لكم علشان خاطر ولادي. جبنا كوبايه ونص من الدقيق، معانا سكر، معلقتين سكر، معانا خميره فوريه، معانا زعتر، معانا ملح، ومعانا بيكنج باودر. بيكنج باودر يا جماعه بيخلي طبعا العجينه تبقى هشه وجميله كده زي ما بتيجي تعملي. طبعا الكيكه بتبقى هشه معاكي، فلازم تحطي نص معلقه كده بيكنج باودر. ويا سلام لو عندك لبن بودره، بس للاسف ما كانش انا عندي. عندي دلوقتي ب3 معالق من الزيت. طبعا المعلقه دي صغيره، لو كبيره هتحطي معلقتين من الزيت.
وهقلب بقى كل ده. بصوا يا جماعه انا يعني ما مش يعني بيقولوا ايه، مش بختبر الخميره، لا انا الحمد لله دايما بعملها كده وقتي وبتبقى حلوه جدا. معانا كوب الا ربع كده ماء دافي. طبعا لو هتسخني الميه جامد جدا في الكاتل، اقول لك على نصيحه، خدي شويه من الميه المغليه اللي في الكاتل وزوديها عادي عادي طبعا من الميه العاديه اللي هي من الفلتر او من الحنفيه عادي. طبعا مش هتنزلي بالميه كلها علشان ما يحتاجش دقيق تاني، انا عايزه كوبايه ونص بس. بصوا طبعا انا لميت العجينه، بصوا العجينه طريه وجميله جدا. تقعدي بقى ايه تعجني فيها لحد ما تطلعي غلب السنين كلها، يعني كل تعبك وزهقك تطلعيه في العجينه دي. فتعجني كويس جدا جدا عشان تبقى العجينه طريه معاك. طبعا بقول لكم ما تنسوش اللايك. بعد ساعه من سبتها ساعه العجينه طبعا اتخمرت معانا، بصوا الجمال. بس طبعا عشان كميه الدقيق قليله فهي مش يعني مش نافشه قوي، بس هي خمرت معايا وكانت جميله جدا. معانا بقى صلصه، دي صلصه جاهزه. طبعا تبلتها، حطيت لها ملح وفلفل، حطيت لها زعتر، حطيت لها شويه زيت صغيرين اللي انتوا شايفينها قدامي. ومعانا طبعا فلفل ده رومي، ومعانا طماطم، معانا جبنه رومي او جبنه تركي مبشوره، ومعانا موتزاريلا، ومعانا طبعا احنا الحشوه بتاعتنا هنعمله بسطرمه. انت بقى حابه تعمليها طبعا اي حاجه اعمليها، بس انا اللي كان متوفر عندي البسطرمه، فهعملها بالبسطرمه بتبقى جميله جدا. هجيب طبعا الصينيه اللي هي البايركس دي يا جماعه بتاعت البيتزا. هدهنها شويه زيت صغيرين جدا يعني مش كتير لان العجينه طبعا فيها زيت. بصوا هدهنها من الجوانب ومن القاعده شويه زيت صغيرين زي ما قلت لكم، وهننزلوا بقى بالعجينه هنفردها بالراحه كده لحد ما تتفرد معاكي خالص. خلاص بصوا اتفردت معايا، بصوا الجمال بجد. العجينه لما بتبقى طريه كده بتبقى حلوه جدا. هتجيبي بقى الشوكه كده تغزغزيها، يعني ايه تشكشكيها كده كذا واحده اهي زي ما انتوا شايفين كده. هتجيبي بقى الصلصه، هتنزلي بكميه الصلصه كلها وتوزعيها بقى على العجينه كلها. بجد طريقة حلوة وبتوفري طبعا كتير. طبعا كلنا عارفين البيتزا دلوقتي بقت اسعارها غالية جدا. طب وعلى ايه ما انتي قومي اعمليها لاولادك حتى لو في يعني زي ما بقولوا في نص الليل زي ما انا بقول لكم، والله عملتها. طبعا يعني بصوا وزعت كل الصلصة على كل العجينة. هنزل بقى بطبقة موتزاريلا. بصي بقى الحشو ده لعبتك، عايزه تحطي بقى في الاول موتزاريلا، عايزه تحطي الطماطم والفلفل، عايزه تحطي البسطرمه، او هتعملي مثلا فراخ شاورمه فراخ او صدوق اي حاجه. ايه يا جماعه ده لعبه كل واحده طبعا، يعني كل واحده على حسب هي بتحب تحشي ايه في الاول. طبعا انا نزلت بطبقه موتزاريلا وبعد كده طبعا طماطم وفلفل، بس ما بحطش طماطم كتير وفلفل عشان اولادي يعني مش بيحبوه قوي، بيحبوها قوي بطماطم وفلفل. هنزل بقى بالبسطرمه، ولو عندك زيتون تمام، بس انا برضو للاسف ما كانش عندي. وانا طبعا ما اعرفش ان انا هعمل بيتزا، انا لما ببقى عارفه طبعا ببقى موفره كل حاجتها. لكن طبعا زي ما قلت لكم انا عاملاها اخر يعني نص الليل بجد بامانه. نزلت بالجبنه التركي او الرومي المبشوره. بص احنا عندنا الاسكندراني بنقوله تركي، انا عن نفسي بقول جبنه تركي، في بقى بيقولوا رومي، فعلى حسب طبعا المحافظه اللي انت منها. فعشان كده انا بحب دايما اقول ايه رومي وتركي، احب اقول لبن وحليب كده يعني. هننزل بقى بطبقه موتزاريلا تاني. يا جماله يا جماله بجد طلعت قنبله تحفه جميله جدا. والمقاس ده طبعا يا جماعه بره هتعمل لها هتعدي ال 120 جنيه. انا بجيب والله الصغيره لاولادي ب 60. طبعا دي حجم كبير طبعا، دي مش زي اللي بره، يعني قولوا 100 110 برضو فرق كتير. طبعا انا فتحت الفرن على درجه حراره 180. هي بتاخدش وقت يا جماعه في السوا. طبعا انت هتشوفيها هتحطي شوكه جوه في العجينه، لو الشوكه طلعت نضيفه يبقى خلاص. وفتحت لها الشوايه حبه صغيرين جدا علشان الموتزاريلا يعني تسيح شويه، وعشان كمان تاخد اللون القمر ده. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. وباذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد ووصفه جديده. و
اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.